شهدت مدينة مراكش زوال اليوم الأحد 14 شتنبر الجاري واقعة إجرامية هزت الرأي العام بعد تمكن مصالح الأمن من توقيف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة يشتبه في تورطه في جريمة قتل عمدي باستعمال السلاح الأبيض، بالإضافة إلى اعتداء جنسي. وأوضحت المعطيات الأولية للبحث أن الجريمة وقعت خلال جلسة خمرية حضرها 3 أشخاص، حيث تعرضت الضحية لاعتداء جسدي قاتل شمل الرشق بالحجارة واستخدام قطعة زجاجية قبل الاعتداء عليها جنسياً. وقد قامت الشرطة القضائية بمعاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة، ما أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، بينما جرى ضبط الشخصين الآخرين المتورطين في الواقعة. وأفاد مصدر أمني أن المشتبه فيه القاصر خضع للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي تتولى الكشف عن جميع ظروف وملابسات الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل الإجرامي البشع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.